عندي اقتراح أرجو من الإخوة أن يأخذوه بعين الاعتبار. لماذا؟ لأنه مهم جدا في نظري، ألا وهو الالتفات البالغ أو المبالغ فيه بالإيجابيات الموجودة في المجتمع في جميع الشرائح. الإيجابيات الالتفات المبالغ فيها لازم يكون بليغ ومبالغ فيه، لأنه تمنينا أن تكون هناك إعلام يبرز هذا الجانب، وهو موجود في جميع الشرائح وجميع الفئات في جميع مناطق الوطن. تلقى الخير موجود وأهله موجود. فماذا بنا احنا مثلا نسمع الإخوة يهضروا على القناة، شيء رائع، ولكن ما يكونش فيها الانتقاد والعنف اللفظي، مثلا السلبيات، التركيز على السلبيات، لأنه هذا يقتل ويبعث الإحباط. يقول لك أنا مثلا مخدرات أي الجرائد تقدرش تدخلها للدار، وهذا هو مقصود أيها الإخوة، لأنه كل جاء الهدف يعني من نشر هذه الأشياء هو معالجة الوضع، ما يكونش بهذه الطريقة. يا أخي أنت إعلامي قال مثلا نحصر عدد الجرائم بشتى أنواعها ونخاطب بها المسؤول في تقرير سري، وهذا كله نرجع للقرآن الكريم والشرع موجود. الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هذا من إشاعة الفاحشة وحرمها الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنها تبعث الإحباط في النفوس، أنه خلاص المجتمع هذا فسد ولا يصلح. احنا ماذا بنا تكون القناة تاعنا اللي راح نديروها والله الجريدة اللي راح نديروها تهتم إلا بالصالح، وموجودة اختراعات موجودة، أهل العلم موجودون في جميع التخصصات. يا أخي ننشروا باللي نزلت الدنيا في الآخرة، وهذا يبعث على الأمل. مسألة مهمة جدا. نعم. هذه كوسيلة دفاع، هذه كوسيلة دفاع. أما كوسيلة يعني نقدر نسميها هجوم، كيفاش نديروا؟ ينبغي تحسيس الهيئات والجمعيات والأحزاب وغيرها من المنظمات بضرورة المطالبة بستر السلبيات. ستر السلبيات. نعم. وجمعها في المقابل، وجمعها وطرحها على المسؤولين. ما نهبطهاش للناس من نهار يقولوا باللي مثلا واحد اقتل وواحد اسرق وواحد كذا انتشرت الجريمه. لأن حتى الناس تجرب الناس كل يديروا ما يجيش روحه وحده. بصح لو كان جات الامور هذه مستوره، بصح ماشي نقولوا مستوره يعني خلاص نسكتوا عليها، لا، بصح تطرح على مكان تبان الناس الوزراء والناس المسؤولين. قالت مثلا الوزير مع البنشان مشي شوف صرات الارقام هذه، وراه العدل اللي راك دير فيه، والقضاء اللي راك دير فيه، والتعليم اللي راك دير فيه، بصح باهم نشرها بين الناس المخالف. هذا يا استاذ بعد من دست المصالح الجزائريه وبناء المؤسسات. تعطيك المؤسسات تاعك وزيره من الوزراء ولا وزاره منتدبه تقول لك بها، بس بالصراحه هذه تتكلم بها تقول لك يا اما التغيير يا اما التخفير، وراهي مجبره. فرحت فيهم في اثنين، غيرت وخطرت للميوعه موش الاخلاق. حنا دوكا كي تفهموا هذا نطرحوا هذه السلبيات، نطرحوا هذه المساوئ. هذه المساوئ اذا كانت تنشر راح تنشر مثلا في فئه الشباب، فئه كما قلت هذه الجرائم هذه هنا ردوها الى الاهل العلم والعقد، وهم يشوفوها يستنبطون الاحسن منها. ان كانت تسيء يحتفظوا بها، وان كانت ماهيش صادقه يرميهم، وإن كانت حقيقة وتجيب المصلحة للمصالحة ينشرها. كشف الحقيقة وتركيز على الناس المفسدين في مكان معين. لأن احنا ننشر هذا نوع الشعب هو تحت مظلة هذا الفساد. هنا ولا الفساد إدارة الفساد، ولات إدارة
ما بقاش الفساد بين الشعب، اوساط الشعب تقدر تحجزه، تقدر ديروا لونتي فيروس تبلوكيه كما قال الاستاذ. حنا قررنا نديروا لونتي فيروس، بس احنا كان هذه الاداره كهيئه كمؤسسه هي اللي تنشر في هذا الفساد. ما نقدروش ندربها ونعطيوها له ليه هو مدير تاع الفساد. كان نقطة برك على السيد عمر ذكره فعلا كاين امور تقررت انا ما كتحطوا لي عليها الجماعه، ولكن في صارت لي حادثه من لاحظتها ان جريمه وقعت وداروها في النهار لما يعني جريمه بشعه في الصفحه الاولى، بشعه جدا تصورها في جنوب الصحراء جويع نزل. يعني الناس كنت تحتاجها. لما سقسيت يعني بعض السكان في الجهه هذيك خبروني بلي ما كانش هذيك الجريمه. ساعات انا وليت نشك باللي مقصوده مقصوده باللي نشر الجريمه، باللي مثلا التركيز في الاعلام على نشر الجريمه. حتى لاحظت بعض الشباب يعني من خلال الطلبه اللي عندهم حل الحتم التركيز مثلا في الجريمه الى قراءه الجرائم. اعناه قال لك باه غدوه يقول لك هذا المجتمع فاسد، يعود مثلا الانسان الصالح هذا يقول لك كل فاسدين وش لا خير فيهم، ويجي ذلك الانسان الشاب اللي ربما يكون في مرحله مراهقه ولا حاجه يقول لك ها هو المجتمع فاسد. هذه جريمه كل يوم اقرا بالدج كي تفتح جريده الجرائد اليوميه تلقى 7 جرائم سبع ولات يعني ولات يعني وكانه حاجه عاديه، كل حاجه ولات امور روتينيه. شوف جرائم اخلاقيه، جرائم يعني تاع السرقه، يعني كي تقرا سبحان الله قلت يعني هذه تكون موجوده في المجتمع الجزائري. هذه شواذ ساعات مقصوده وهو ينشرها على انها عامه وقالت خطا. هذا هو الشيء مش بصح حنا في المقابل واش نديرو؟ حنا في المقابل باش نبثوا الروح تاع التغيير في المجتمع باش نديروا لازم ولا عاد نخليه محبط خلاص ما تستنى منه والو. انا نتكلم على الشعب حتى كيجيب له مثلا امبارح انا شفت الصفحه تاع الاخ ربح في الفيسبوك، واحد الاخت ما عرفتش بدات جائزه دوليه في حفظ القران في مصر. العين الزرقاء جائزه احنا مثلا كنت تمشي مع القناه هذه ربما نفكروا في قناه اخرى والله من يحلها الانسان يشوف الخير. صح. هذا 48 ولايه الناس يروح جاري على الخير. روح تشوف القرآن، روح تشوف القرآن أوش عنده، روح تشوف اختراعات مثلا أوش عنده، تاجر ناجح مثلا، مدير أعمال ناجح مثلا، جمعية ناجحة. يعني من خلال الأشياء تخلي الناس يعني شايف يقول لي تدمن